ده مشهد مألوف ومخيف. ناجي مفترض مجهز بأحدث المعدات اللي تمنها آلاف الجنيهات، ومع ذلك بيرتعش زي ورقة الشجر. اتبع كل التعليمات واستثمر في أغلى وأفضل المعدات. طيب إيه سر انخفاض حرارة الجسم ده؟ الإجابة بسيطة ومروعة. هم استوعبوا حكمة خاطئة تماما. تدريبهم كان بيركز على محاربة البرد، لكن هنا تكمن المفاجأة المرعبة. البرد ده مش حقيقي، ده مجرد شبح، فراغ مظلم حيث يجب أن تكون الحرارة. جسمك بيشتغل كفرن دائم، بيحرق السعرات الحرارية عشان يولد حرارة بتتقاس بالجول. الهدف الأساسي للنجاة من الشتاء مش إنك تشتري أجهزة عشان تحارب وهم، لا، الموضوع كله بيتلخص في إتقان حقيقة قاسية واحدة من حقائق الفيزياء: الديناميكا الحرارية. الموضوع هو استيعاب الطرق الثلاثة الخفية اللي الكون بيستخدمها عشان ينهب كل جول حرارة من لحمك. أول سارق حراري بيواجهنا هو التوصيل. تخيله مصاص دماء بيحتاج اتصال جسدي مباشر عشان يمتص طاقتك الحيوية. تخيل نفسك مجبر تقضي ليلة كاملة على بلاطة خرسانية باردة. الأرضية دي ثقب أسود بيبتلع الحرارة. كتلته ضخمة جدا مقارنة بكتلتك، وهي يمتص الدفء من جسمك بلا رحمة من أي نقطة تلمسها. هتحس إن حيويتك بتتسرب منك. تيارات حرارة قرمزية بتتدفق منك في السطح القاتم الجامد ده. محاولة تدفئة الأرضية دي معركة خاسرة، الفشل فيها مضمون. السبيل الوحيد للنجاة هو إنك ترفض المواجهة من الأساس. واجبك الحتمي هو إنشاء حاجز حراري. ممكن يكون مجرد فرشة فوم متواضعة تمنها 20 دولار، أو كومة من أوراق الشجر الجافة، أو حتى علبة كرتون مفعوصة. أي جسم بيرفع جسمك عن الأرض بيفصل الرابط ده بفعالية، بيدمر مسار مصاص الدماء ده تماما. سارقنا التاني هو الحمل الحراري، وده بيشتغل بمكر ودهاء أكبر. بيحول الهواء اللي حواليك لسلاح فتاك. تخيل إنك جوه مسكن واسع ومترامي الأطراف ومش متدفي. ممكن تفترض إنك بمجرد تدفئة غرفة واحدة هتحس بالراحة، لكن الغرفة بترفض بعناد إنها تبقى دافية ومريحة. ده بيحصل لأن الهواء بيتحرك باستمرار. جيب الهواء الدافي الضئيل اللي بتولده بيصعد للسقف، يبرد وبعدين ينزل تاني، وفي نفس الوقت بيسحب هواء قارس البرودة من كل شق صغير حوالين الشبابيك والمداخل. الظاهرة دي معروفة باسم تأثير المدخنة. الهواء اللي بيتحرك بلا توقف ده بيشتغل قلص، بيقشر بشكل منهجي طبقة الهواء الدافي العازلة اللي لازقة بجلدك. محاولة تدفئة غرفة واسعة زي محاولة ملء دلو مثقوب. لحسن الحظ العلاج بسيط وواضح بشكل مذهل. هنا بقى ندخل على تقنية الدمية الروسية. كل اللي عليك إنك تنصب خيمة صغيرة ومحكمة جوه حدود الغرفة. فجأة بدل ما كنت بتصارع مع 1000 قدم مكعب من الهواء، مهمتك بقت تدفئة 60 قدم بس. انت كده صممت ملجأ أصغر وأسهل في التحكم جوه المساحة الشاسعة والقاسية دي. آخر سارق حراري لينا هو كيان شبحي: الإشعاع. بيفضل غير مرئي تماما للعين المجردة. ممكن ما تكونش حاسس، بس في اللحظة دي بالذات جسمك عمال يبعت حرارة في كل اتجاه من غير توقف، زي بث صامت لموجات تحت حمراء مش باينة. ومع إنك بتتشعبط في كل درجة حرارة عشان تدفى، بيتك محبوس في صراع تاني خالص: فيزياء التمدد القاسية. تخيل جزيئات المية اللي مستخبية جوه مواسيرك. عادة لما السوائل تتجمد، مكوناتها الصغيرة بتتجمع أقرب لبعض وتبقى أكتر كثافة. المية بقى دي متمردة غريبة. لما بتبرد لدرجة 0 مئوي، جزيئاتها مش بتلزق في بعض، بالعكس بترتب نفسها بدقة في شكل تكوين بالوري صلب ومفتوح. بدل ما يقربوا بيدفعوا بعض بعنف، وبيتمددوا حوالي 9% بقوة مذهلة مستحيل توقفها. التحول الجزيئي ده بيشتغل زي قنبلة موقوتة بطيئة مستخبية جوه حيطانك. العزل بتاعك، البطانية السميكة المريحة اللي لفيت بيها مواسيرك، عاجز تماما إنه يوقفها. كل اللي يقدر يعمله هو إنه يبطئ عملية التبريد. هو بس بيأجل الكارثة المحتومة. اللحظة اللي المية اللي جوه بتتجمد، التمدد بيبدأ. ولا حتى جبل من الفايبرجلاس يقدر يستحمل الضغط الهائل اللي بيتكون جوه الماسورة النحاس أو الصلب دي.
النتيجة المرعبة: انفجار كارثي. الكسر مش هيحصل بالضرورة في المكان اللي بيتكون فيه التلج، لكن في المكان اللي الضغط المستمر مش لاقي أي مخرج تاني. الحل الحقيقي مش إنك تحارب البرد، الحل إنك تقضي على أصل المشكلة. لازم تطهر النظام، اطرد المية. مفيش سائل، مفيش تمدد، مفيش مفاجأة انفجارية دلوقتي. خلينا نركز على الهواء المراوغ ده اللي بتحاول تدي فيه بكل يأس. وقت قطع الكهرباء ناس كتير بتجيب دفاية بروبان وبعدين بيقفلوا أوضهم بإحكام على أمل إنهم يحوشوا كل درجة حرارة غالية. بس ده بيخلق معضلة فيزيائية تانية قاتلة: معادلة التهوية. التفاعل الكيميائي النظري لاحتراق البروبان بسيط بشكل مخادع. البروبان C3H8 مع الأكسجين O2 المفروض ينتج ثاني أكسيد الكربون وماية غير ضارين. بس ركز كويس على المكون الأساسي، الأكسجين. الدفاية بتاعتك في سعيها للدفء عمالة تلتهم بشراهة الهواء الضروري لبقائك على قيد الحياة. مع انخفاض تركيز الأكسجين جوه الأوضة المقفولة دي، كيمياء الاحتراق بتتحول بشكل شرير. اللهب اللي جعان هوا بيبدأ يطلع منتج ثانوي مميز وقاتل. أول أكسيد الكربون أو CO قاتل خبيث، ملوش ريحة، ملوش لون، مستحيل تعتمد على التخمين. انت مجبر انك تحسب بدقة تدفق الهواء اللازم مع الأخذ في الاعتبار قوة الدفاية بتاعتك BTU والحجم الدقيق للمكان بتاعك. قفل الأوضة عشان تدفى ده رهان خطير، بتستبدل الراحة بهواء نظيف وآمن. لو لخبطت في الحسبة دي هتكون بدلت شوية برد بحاجة أسوأ بكتير. طيب، عندك تهوية بس الأوضة بترجع ساقعة تاني أول ما الدفاية تسكت. ده عشان انت بتحاول تدفي الوسط الغلط. انت بتصب طاقة في الهواء نفسه، والهواء عنده قدرة حرارية نوعية سيئة جدا، يعني ما بيحتفظش بأي طاقة حرارية تقريبا. تخيل جزيئات الهواء متناثرة بتتحرك بسرعة جنونية، دي ملهاش أي لازمة في إنها تحتفظ بالدفء. بدل كده تخيل طوبة حجر صلبة أو طاسة زهر أصيلة أو حتى قلة مياه عادية. الحاجات دي وحوش حرارية عندها قدرة رهيبة تخزن الحرارة، جزيئاتها لازقة في بعضها، مستعدة تشفط وتلزق في الطاقة الحرارية بعناد لوقت طويل قوي كأنه للأبد. الخطة الذكية مش بس عشان تدفي مكانك، الموضوع كله إنك تعمل بطارية حرارية بتولع مصدر الحرارة بتاعك وتخلي الكتل الضخمة دي تشرب الدفء، وبعدين لما الوقود يخلص هيرجعوا الحرارة اللي خزنوها للأوضة بكل كرم. حضن دافي بطيء وما يتغيرش، بيحافظ على درجة الحرارة مظبوطة بعد ما النار تكون طفت من بدري. في الآخر كل ده بيرجع لمعادلة سهلة قوي، المعادلة اللي مفيش جدال عليها عشان تعدي غضب الشتاء بجد. العزل سد يمنع الحرارة تهرب، نعى الكتلة الحرارية مخزن للطاقة، وبعدين شيل منها الهواء اللي لازم وما ينفعش نستغنى عنه عشان الحرق يكون أمان. ده وده بس هو ملخص النجاة المرير. إياك تنسى الحقيقة القاسية دي، النجاة مش بالصدفة، دي رقصة عنيفة مع الفيزياء.